مين؟ خالد بيه؟ الله يخرب بيتك، قصدي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ ازيك يا شريف؟ الحمد لله. ايه المفاجأة السعيدة دي؟ الله، هما مش بيقولوا مسير الحي يتلاقى ولا ايه؟ انما حضرتك عرفت عنواني منين؟ الله، جرى يا شريف، هو انت نسيت ان انت عزمتني في بيتك اكتر من مرة؟ الواحد دماغه اتلخبطت والله. معلش. لا بس بجد مفاجأة مش معقولة يعني. جرى يا شريف، انت بقيت بخيل ولا ايه؟ ليه بس؟ مفيش، اتفضل نشرب قهوة درينك كلمتين. اتفضل نشرب قهوة درينك كلمتين. تعالى اتفضل. انت وحشتني قوي. اتفضل. اهلا وسهلا يا خالد بيه. اتفضل يا فندم. اتفضل. دي خطوة عزيزة جدا. يا خالد بيه، انت ليك وحشة بجد، مش معقول. اتفضل يا فندم. اتفضل. نورت البيت. اتفضل. اهلا وسهلا. بص بقى، انا عارف ان انت زعلان مني لاني سافرت من غير ما اقولك. الصراحة وكان لازم تقول لي قبل ما تعمل كده. ما كانش في وقت يا شريف. انا اول ما عرفت ان البنك ناوي يحجز على المنتجع كان لازم اطلع بره مصر، لاني عرفت ان كان في قرار هيصدر بمنعي من السفر. في الحقيقة ده تصرف أنا مش قادر أفهمه. لا، انا ما هربتش بره مصر زي ما الناس فاهمه يا شريف. انا كان لازم اسافر بره مصر لان عندي اصول ممتلكات هناك كان لازم ابيعها عشان اعرف اسوي مشاكلي مع البنك. الله، يعني أفهم من كده إنك سددت كل ديونك؟ طبعا، وقريب جدا هفتح المنتجع تاني. طب ده خبر كويس جدا. بس ما اخبيش عليك يا خالد بيه، في ناس كتير قوي انضرت من قفل المنتجع ده، واولهم انا. انا عارف ان انا غلطت، بس ما كانش قدامي حل تاني ساعتها غير كده. المهم يا شريف، انا جاي عشان تسامحني وترجع تشتغل معايا تاني وتمسك اداره المنتجع. ايه رايك؟ ما ينفعش. ليه؟ احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده وحققنا نجاحات كبيره.